مولاتي. تجميل، شهيوات وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو. الزيتون مشرمل اييه تفضلي. هذا نقدروا نرافقوا به الاطباق ديال المشويات ديالنا ولا غير في الفطور ولا في الكوتي. كنحتاجوا الزيتون على حسب اللي كيبغوا، اللي كتبغي السيده وكيبغوا الوليدات ديالها ديال داكشي اللي تيعجبها. كنحتاجوا من كيلو ونص حتى 2 كيلو ديال الزيتون في هذا المقدار اللي غنعطي، معلقه ديال الهريسه صغيره، وإلا كانوا الوليدات ما تيبغوش الحار ماشي ضروريه زعما في الوصفه. كنحتاجوا قبطه ديال القزبر معلوس، كيكون القزبر معلوس بكميه كثيره، 2 معالق كبار ديال الكمون مطحون، 2 معالق كبار ديال القزبر يابس مطحون، معلقه كبيره ديال السودانيه ولا الفلفل الحار، الملح، شويه الملح حيت غادي نستعملوا فيه الضامه وغنستعملوا الحامض مسير، ما نكثروش الملح. حامضه مسيره مقطعه طريفات، 2 معالق كبار ديال العصير ديال الحامض، 2 ضامات ديال البقري، 6 دروس ديال الثومه معصرين، شويه ديال اليازير طري، وريقات ديال سيدنا موسى. غنعاود المقادير. كنحتاجو كيلو ونص ديال الزيتون حتى 2 كيلو، معلقه ديال الهريسه، قبطه ديال القزبر ومعدنوس، 2 معالق كبار ديال الكمون مطحون، 2 معالق كبار ديال القزبر يابس مطحون، معلقه كبيره سودانيه ولا فلفل الحار، الملح، حامضه مسيره مقطعه طريفات، 2 معالق كبار عصير ديال الحامض، 2 ضامات ديال البقري، 6 دروس ديال الثومه معصرين، شويه ديال اليازير، 6 الوراق ديال سيدنا موسى، والزيت البلديه اللي غادي نخلطوا بها تقريبا 300 مليلتر. كنخلطوا الكل مزيان، كنحاولوا نخلطوه مزيان باش تدخل فيه هذه العطريه، وكنعملوه في قريعات اللي غادي يبقى نحتفظوا به في هذه القريعات، يكونوا قريعات من نوع مزيان، وكنغطيو عليه الزيت باش ما يغمقش لينا. كنعملوه في الثلاجه، الا كان الحال بارد ما كنحتاجوش نديروه في الثلاجه، والا كان الجو سخون من الاحسن نستعملوه نديروه في الثلاجه، نبيعوه في الثلاجه وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك، منيو متكامل، تبارك الله عليك زينه كيف ما عودتينا دائما، وكنشكرك بزاف.